يا صباح الفل، عاملين إيه؟ صباح الروائح الشتوية الجميلة كده. النهارده هنعمل مع بعض قشطة الأفران. بُصّوا ناعمة ودايبة حرفيًا وطعم وريحة، يعني مش قادرة أقول لكم بجد، بجد حرفيًا تحفة، وأحلى من اللي بنشتريها من الأفران 100 مرة. أنا جيت أطلبها نِفْسي فيها والله، جيت أطلبها من الفرن يعني الكيلو ب160 جنيه، ليه 160 جنيه؟ ليه يا جماعة؟ أصل يا مدام بتتعمل بالقشطة واللبن وما أعرفش إيه والكلام الفاضي ده كلّه. طَب إحنا النهارده بقى هنعملها بالمَيّة، هنعجنها بالمَيّة ومش هنحط فيها لا لبن ولا قشطة ولا أي حاجة، وطلعت يعني ما شاء الله بنفس الطعم وأحلى كمان. معانا دلوقتي هنقول المقادير مع بعض: كوباية إلا ربع من المَيّة الدافية، هنحط فيها معلقة من الخميرة ومعلقتين من السكر، ونقلبهم كويس لحد ما الخميرة تدوب كده معانا في المَيّة الدافية، تمام. وبعدين هنغطيها ونسيبها تتفاعل. هنجيب دلوقتي معانا نُص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات أو بتاع المخبوزات وننخله كويس، تمام. وهنحط عليه نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تمام، ورشة ملح، ونقلبهم كويس جدًا، جدًا في بعض قبل ما ننزل عليهم بالمادة الدهنية. المادة الدهنية اللي أنا مستخدماها النهارده كوباية إلا ربع من السمنة، تمام. تقدري تعملي نُص سمنة وربع زيت، تقدري تستخدمي زيت بس ممكن هتطلع معاكِ ناشفة شوية، تمام. فخلّيكِ كده ممكن نُص ونُص أو مقدار من السمنة بس. وهنبتدي بقى نبِس الدقيق كويس جدًا ونغلّفه بالمادة الدهنية بتاعتنا، وده مهم جدًا، جدًا، جدًا عشان القُرَص بتاعتِك تطلع ناعمة وتطلع دايبة معاكِ كده، تمام. هنبِس الدقيق بتاعنا كويس جدًا ونغلّفه كده بالسمنة. إحنا بنغلّفه ليه بالسمنة كويس؟ عشان نوقّف عملية الجلوتين فيه، تمام. نعمل لها control كده. لمّا هنوقّف العملية بتاعة الجلوتين بُصّوا بقى كده تمام أوي، اللي هو نمسكها نضغط عليها تبقى جامدة، نضغط عليها بإيدينا كده تبقى عاملة زي الرملة، تمام. ودلوقتي نزلنا بالمَيّة اللي هي كوباية إلا ربع وهنبتدي نعجن، مش هنعجن، إحنا هنلِم العجينة، تمام. زي ما اتفقنا قبل كده إن العجينة بتاعة القُرَص أو القراقيش بتاعتنا والكحك برضه إحنا بنلِم العجينة مش بنعجن، تمام. يعني بتبقى معانا عجينة ناعمة بس تحسّي إنها مفرولة شوية، وأمّا تمسكيها كده تتقطع منِّك، فاهمينّي؟ ما يبقاش فيها المَطّة بتاعة الجلوتين كده عشان إحنا مش بنعمل عيش فينو أو بنعمل باتيه، فاهمينّي؟ بس هنلِم العجينة كده دقيقة بالضبط، كل العجينة تختلط معانا كده والمكونات تدخل في بعضها، بس العجينة بتاعتنا تبقى تمام. أنا حسّيت إنها محتاجة مَيّة كمان، فزوّدت لها، خدت معايا كمان ربع كوباية من المَيّة، تمام. هي بالضبط معاكِ دقيقة لدقيقتين تلمّي فيها العجينة بتاعتِك وخلاص كده. مش بنعجنها إن إحنا ننشّط فيها الجلوتين، تمام. إحنا كده والّا كده وقّفناه، بس كتر ما هنعجن فيها هنرجع ننشّطه تاني، فاهمينّي؟ بس كده العجينة بتاعتنا بقت تمام. هنغطّيها بقى، أهي ناعمة بس في نفس الوقت تحسّوها إن هي مفرولة، فاهمينّي؟ بس دهنت الوش بتاعها كده بالزيت عشان ما يلزقش في الكيس، تمام. تطلع معانا بسهولة يعني. وهاغطّيها بالفوطة وهاسيبها تخمر لمدة نُص ساعة، تمام. هي خمرت أهي وجميلة معانا، هنبتدي بقى نقطّعها على الرخامة بتاعتنا، تمام. تعمليها roll كده أو ممكن تفرديها زي ما هي وهي دايرة كده، تفرديها تبطّطيها شوية وتقطّعيها بقى الحجم اللي أنتِ عايزاه. بس أنا كنت عايزة أعملها كلّها mini بس طلعوا حبّة mini وكام واحدة كده طلعوا كبار، فمش مشكلة يعني. بس وهنبتدي بقى نكوّرها، الحبّة اللي أنا هاعملهم سادة هنكوّرهم بالشكل ده كده. وده دلوقتي اللي هنحشيه عجوة. العجوة تجيبي مقدار العجوة اللي أنتِ عايزاه، تمام. وتحطّي عليه معلقة من السمنة وتطرّيها بإيدِك كده ورشة قرفة. رشة القرفة بتفرق جدًا، جدًا، بتخلّي طعم العجوة بتاعنا حلو أوي، تمام. تبقى بالشكل ده كده. نعمل واحدة كمان. طبعًا طريقة التقفيل زي ما أنتم عارفين في قشطة الأفران، تمام. بنحط كده وبعد كده بنلِم نكوّر. صُباعي العجوة بصّمت فيه شوية، بس أيوه كده. ونقفّلها ونضغط عليها ضغطة بسيطة كده، بس كده.
وهنكمّل ونسيبه يرتاح. أنا هنا غطّيته عشان الدنيا غيّمت كده وحسّيت إن المطر هتمطّر، فغطّيت العجينة عشان ما تنشفش منّي، الوش بتاعها ما ينشفش أو يشقّق، فاهمينّي؟ بس، لكن أنتِ لو في المطبخ جوّه غطّيها بس بالكيس النايلون، أنا غطّيتها بالكيس النايلون والفوطة، وقُلت برضه أورّيكم كده آخر كام واحدة، بس كده دلوقتي بقى إيه هارصّهم في الصاج، تمام، وهنسيبهم يرتاحوا 10 دقايق، مش أكتر من كده، تمام، تضغطي عليها ضغطة بإيدِك كده، ببطن إيدِك بقى، فاهمينّي؟ بس، دول اللي طلعوا حبّة كبار شوية عن الباقيين. نُص كيلو الدقيق ده عمل معايا 25 واحدة، 25 قُرصة، حلو أوي، أوي يعني، وما كلّفنيش التكلفة اللي هو بيقول لي عليها دي 160 جنيه للكيلو يعني، بس وهنبتدي اللي هو فيه عجوة هاعمل فيه فتحتين كده زي اللي بنجيبها من الفرن، واللي هو السادة هاعمل فيه فتحة واحدة، تمام؟ نيجي بقى للسر بتاع اللون بتاع القُرص، آآ اللي هو زي بتاع الفينو اللي إحنا لو شُفتوا الفيديو بتاع الفينو أكيد هتبقوا عارفين السر. اللي هو السادة هنعمل فيه فتحة واحدة تمام، أو ممكن تخرّميه بالsticks بتاعة الأسنان تمام، ده بقى السر بتاعنا، حبّة مَيّة وعليهم سُكّر ومعلقة صغيّرة من الزيت، ده اللي رشّينا بيها الفينو، السر اللي أنا قُلت لكم عليه جِبته من الراجل بتاع الفورنو، بيرشّوا المخبوزات أو الفينو عمومًا بالمَيّة بالزيت مع السُكّر تمام، وبندخّلها الفرن سخن على درجة 180 ماشي، هتاخد من 12 دقيقة ل15 دقيقة، بعد ما يعدّي نُص الوقت إحنا بنرشّها الأول كده زي ما أنتم شايفين قبل ما ندخّلها الفرن، وبعد ما يعدّي نُص الوقت بنفتح الفرن ونرشّها تاني تمام، بتطلع معانا باللون التحفة ده زي بتاعة الفرن بالضبط، بجد هشة وناعمة وطرية جدًا، مش قادرة أقول لكم يعني أنا بس قطعتها كده بالراحة عشان يعني مش عايزة أبوّظ الشكل بتاعها، بس هي فعلًا بجد، بجد حلوة وجرّبوها وإن شاء الله تعجبكم، اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد أنا ريهام من جوستو فود، يالّا سلام.